في العادة الغرف الجامعية تكون معمرة بالضحك، بالسهرة، بالدراسة. بصح لو كان نقولك باللي الحكاية تاع اليوم رايحة تبدل النظرة ديالك كامل للجامعة، بين قوسين للإقامة في الجامعة. غرفة وقعت فيها وفيات غامضة، تتبدل فيها الأبواب وحدها وتبان وجوه شيطانية فوق الحيط، وحتى الإدارة غلقتها للأبد وخافت تفتحها من جديد. اليوم راني حنحكي لكم على قصة الغرفة 428، الغرفة اللي بدلت حياة الطلبة وخلت جامعة كامل تعيش الرعب. ركزوا مليح معايا في الحكاية تاع اليوم. قبل ما نبدا لكم الحكاية ديروا لي جيم، ابونيو لاشين ديالي لما كنت مابوني فيها، ودلعوني بتعليق خفيف. سكن ويلسون الجامعي تابع لجامعة أوهايو، جامعة قديمة بزاف، من أقدم الجامعات في أمريكا. الدار هادي بناوها باش يسكنوا فيها الطلبة، سموها على اسم بروفيسور قديم هايرام ويلسون. والأمور كانت ماشية عادي لسنوات طويلة حتى وصلت للسبعينيات. في نهار عادي لقى واحد الطالب ميت داخل الغرفة 428. الإدارة قالت بلي انتحار وغلقوا الملف، لكن بعد أيام قليلة بدأت الحكاية بدأت الحكاية تتبدل. الأحداث الغريبة اللي صارت فيها الغرفة 428 ولات مصدر صوت غريب. في الليل يحسوا أصوات في الغرفة، يحسوا همسات، صراخ، خطوات، والغرفة دايما تكون فارغة، يعني ما فيها حتى واحد. الطلبة اللي يسكنوا قدام الغرفة قالوا بلي كانوا يشوفوا أطياف سوداء تتحرك في الليل، وزيد على هذا وجه غريب كان يبان مرسوم فوق باب الغرفة. الإدارة ما حبتش تعير اهتمام كبير لهذا الشيء اللي كان يصير، لكن قررت أنه هذيك الغرفة تغلقها ومستحيل تعود تفتحها. من بعد عام تقريبا توقفت هذه الأحداث. الجامعة قالت خلاص نزيدو نأجروها. جاو ناس، يعني طالبات، وجت طالبة شابة كانت عندها شغف كبير بالماورائيات، كانت تحب الأشباح والقصص الغريبة. قالت هذه هي الفرصة تاعي أسكن في الغرفة اللي كانوا يخافوا منها كامل. لكن ما فاتتش مدة قصيرة لقوها هي تاني ميتة داخل الغرفة بطريقة غامضة ولا تفسير، يعني ما كانش تفسير، لا اعتذار لا مرض لا والو. طالبة بداو يشوفوا الشبح تاعها يحوم في هذيك الغرفة، ولا نقدر نقولوا أمام الغرفة. من هذاك النهار الغرفة 428 تغلقت للأبد. الباحثين اللي جاو من بعد بداو يعاودوا يرجعوا في الماضي تاع هذيك الغرفة واكتشفوا المصيبة. سكن ويلسون كان مبني فوق مشفى الأمراض العقلية، كانت قدامه مقبرة للمرضى النفسيين اللي يموتوا داخل المصحة. ثم اللي كانوا يموتوا داخل هذيك المصحة كانوا يدفنوهم قدام المستشفى. المبنى كان محاط ب5 مقابر، والعجيب في الأمر الخريطة توري باللي المقابر ال5 يتصلوا ببعضهم على شكل نجمة خماسية، نفس الرمز اللي يستعملوه السحرة في الطقوس. وهذا الشيء ماشي كامل، المصح العقلي اللي كان في المنطقة كانت مشهورة بالقسوة، يغمر المرضى في ماء ثلج حتى يطيحوا فاقدين الوعي، يصعقهم بالكهرباء، يدير لهم عملية خطيرة، فصل جبهي بلا تخدير. المهم كانوا يديروا أشياء غير طبيعية في حق المرضى هادوك، يعني حاجات ما يقدرش يتقبلهم العقل. كامل هذا العذاب كان يجري فوق نفس الأرض اللي تبنى عليها سكن ويلسون فيما بعد. والرعب هذا ما زالوا لحد اليوم. طلبة
اللي قربوا من الغرفة 428 يحكوا بزاف حاجات، يقولك نسمعوا صراخ كل مرة، ضحك خفيف يجي من داخل الغرفة المغلوقة، وشبح تاع بنت يدور في الممر. والناس قالوا بلي الباب أحيانا يتبدل اللون تاعو وحده في الليل. الغرفة بقات مغلوقة رسميا، ومهما حاولت الإدارة تخفي الحكاية تبقى الغرفة 428 واحدة من أخطر الغرف المسكونة في التاريخ الجامعي بأمريكا. وكالعادة إذا عجبكم الفيديو متنسوش ديروا لي لايك وتشاركوا الفيديو مع أصحابكم وتشتركوا في القناة باش ما يفوتكمش حتى فيديو جديد. وما تنساوش بلي العالم راهو معمر بزاف أسرار وغرف مخفية وقصص الرعب زي تحوس في الظل. بقاو معايا، أنا دايما نجيب لكم حاجة جديدة، الأكثر رعبا والأكثر غموضا وأكثر تشويقا. سلام.